السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني فضلا وليس امرا، متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلكوا على طول. هعمل زي ما انتوا شايفين كده تورتيه مقاس 30. طبعا كنت مجهزه الكيكه بالليل، ما صورتهاش يعني علشان انا عملتها معاكم في كام فيديو قبل كده. بس هنا استخدمت 350 جرام سبونج دقيق شوكولاته او فانيليا، عليهم 4 بيضات، عليهم معلقه محسن جل، عليهم ربع كوبايه ميه وازود معلقتين كمان، وعليهم فانيليا سايله. خفقتهم كويس كده بالمضرب او بالعجان لحد ما العجينة بتاعة الكيكة تحس ان بقت زي الكريمة بالظبط. دخلتهم بقى كده في صينية مقاس 30، عملت وبعد صينيتين كده ما اتنين. خرجوا من الفرن سبتهم كده عملت بالليل ليلة صينية كاملة شوكولاتة وصبحت الصبح وصينية فانيليا. قطعت كل صينية لقطعتين اتنين طبقتين. بقى عندي كده طبقتين فانيليا وطبقتين شوكولاتة. جبت بقى كده البورد بتاعي مقاس 35 ونزلت بأول طبقة من السبونج الفانيليا الشوكولاتة، وبعد كده الكريمة، وبعد كده زودت بقى شوكولاتة، اي شوكولاتة عندك حشو يعني، عايزة ما تحشيش عادي. وبعد كده كيكة الفانيليا وسقيت السيرم وبعد كده الكريمة، يعني عملت كده زي ما بنعمل على طول فانيليا وشوكولاتة. وساعات الاوردر بيجي مثلا كيكة كلها فانيليا او كلها شوكولاتة حسب يعني اللي بيطلب الاوردر. بعد كده نزلت بالكريمة بتاعتي، وبعد كده بقى ايه، بسوي كده الكريمة من فوق. طبعا الكيك بتاعي ما كانش ايه، سويت كده الوش بتاعه، يعني لما بلاقي فيه حاجة زايدة بشيلها على طول بالمنشار كده او بالسكينة، وبتساوي اي كيكة عندك طالعة تسويها يعني علشان التورتة بتاعتك تطلع متساوية من الجنوب او من فوق. حطيت كده اخر طبقة من الفانيليا وشلت برضو الوش بتاعها علشان الاحمر، الوش الاحمر ده بيبقى طعمه مش حلو كده في التورت، وبينزل كده وش بعد كده معانا، بقى ما فمن حطيت الاحسن الكريمة يعني انك بتاعتي في كيس تشيلي حلواني وغلفت كده الظهر بتاع التورتة. الكيكة. انا بسوي بقى كده علشان اعرف اجلسها، بشوف يعني اي مكان مش موجود فيه كريمة وبضيف له كريمة علشان وانا بجلسها المناطق كلها تبقى فيها كريمة، ميبقاش فيها كيكة من غير كريمة. بالسكلافر بقى كده وبسوي بقى الاماكن اللي ما فيهاش كريمة خالص، وسويت كده الوش من فوق. بمسح السكلافر بتاعي علشان ما يعملش كده معايا زوايد من فوق. كده خلاص سويتها مرة واحدة، وبعد كده بقى بدخلها الفريزر. تقعد كده معايا شوية من الفريزر لحد ما اخلص الجاتو، لان كان مطلوب معايا التورتيه دي وكان مطلوب معايا كمان دس الجاتو. بمسح كده البورد بتاعي كده عشان ايه لما ادخلها الفريزر تبقى داخله كده على نظافه وتبقى خارجه على نظافه كده. جبت هنا بقى كده كنت مسويه كده صاجين فانيليا وشوكولاته، يعني شلت الوش بتاعهم برضو، وقسمت كده الصاج لنصين اتنين، فانيليا وشوكولاته، وسويته كده وسقيته سيرم. وبعد كده نزلت كده بطبقه من الكريمه، وبسويها بقى كده بالسكلافر علشان لما اجي اضيف الطبقه التانية تبقى الكريمه كلها متساويه والجاتو يبقى طالع معايا متساوي. جيت هنا بقى في الحشو، انا هنا حشيت صوص فراولة يعني، ولو عندك اي صوصات تانية وحابة تضيفيها ضيفيها. عملت بقى الصاج الشوكولاتة زي الفانيليا بالظبط ودخلته الفريزر، وخرجت بقى التورتة علشان اكمل شغلي فيها. قسمت كده من فوق كده بالراحة، قسمت التورتين نصين اتنين، وبعد كده عملت كل ربع الربعين، يعني عملت كده 8 قطع بالظبط. جيت بقى في اول قطعة وغسلت السكينة بتاعك، لازم يكون معاكي مية سخنة دافية او فوطة غسلها مية دافية. وكل ما اقطع يعني قطعة بالسكينة اغسل السكينة بتاعتي بمية دافية. جيت كده بقى على الورق الفاكيوم ده، انا عملت كده اول مثلث منه خدت المقاس، وبعد كده
قسمت كمان 7 قطع، عملته يعني علشان يبقى بدل ما اقيس كل مرة واقطع، لا خدت المقاس وعملته كده بالظبط. شايفين ما شاء الله طالعة معايا عاملة ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا. كل ربع بقى كده بشيله وبحط له الفاكيوم وبرجع تاني اضيفه مكانه تاني. طبعا طريقة سهلة جدا وان شاء الله عملت بقى كام واحدة وعملت التانيين بقى كده مع نفسي. شايفين طالعين مظبوطين وما شاء الله شكل الوردة بالظبط. عندي بقى كده عايزة اي صوصات تحطيها حطيها. كان عندي كده فراولة، ضفت اول ربع كده فراولة، صوص فراولة. وبعد كده مربعين 2 مثلثين عملت جناش شوكولاتة، حركته كده يمين وشمال علشان ما يبقاش عندي حتة من الكريمة باينة خالص. عملت مثلثين 2 قبال بعض، عملتهم جناش شوكولاتة، لان كل مثلث فيهم انا عارفة هضيف فيه ايه، يعني مش هسيبهم كده. وبعد كده عندي صوص المانجا ضفت برضو. طبعا حاولي انك تعملي كل لون فاتح جنب لون غامق، يعني انا ضفت جنب الشوكولاتة فراولة، وجنب الشوكولاتة التاني ضفت المانجا. هنا ضفت الكراميل. حاولي انك تساوي الحاجة كويس، يعني علشان ما تخرجش بره يبقى المنظر بتاعه مش حلو كده على الفاكيوم. هنا عملت زبدة اللوتس. طبعا سيحتها على حمام بخار يعني، او لو عندك ميكروويف ممكن تضيفيها فيها وتبقى معاك كويسة جدا. هنا بقى عملت روزتات من مربى الحليب. وهنا برضو عملت نوتيلا بيضة وضفت لها كريسب ابيض. وفي الفراولة صوص الفراولة ضفت كده كريز من الاحمر برضو. طبعا ما شاء الله كانت طالعه معايا تحفه وطعمها جميل جدا، كل اللي اكلوا منها بجد حبوها وشكرونا عليها جدا. كان عندي بقى كده بسكوت اللوتس برضو ضفته مع زبدة اللوتس. وبعد كده آه، جناش الشوكولاتة ضفت فيه برضو كريسب شوكولاتة. والصوص المانجا ضفت فيه 2 من الكونو. طبعا اهم حاجة يا بنات انك تنسقي يعني التزيين بتاع التورت معاكي، علشان انا بجد بشوف تورتات يعني بتبقى فيها الالوان مش مركبة مع بعضها يعني حاولي انك تنسقي الالوان مع بعضها علشان في النهاية التورتة بتاعتك تديكي شكل جميل جدا، ويكون منظرها كويس، يعني الشكل كده يكون جميل. وطلعت معايا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. كانت بسم الله ما شاء الله، مش عارفة اقول لكم التورته دي عملت منها كام اوردر بنفس الشكل ده. بجد كان كل اللي يشوفوها يطلبوها على طول. ايه رأيكم بقى يا بنات في التورته القمر دي؟ طبعا دي كل اللي بيسألني عليها، دي تورته مقاس 30. لو التورته بقى عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوكوا على طول. وطبعا انا وقفت التصوير شوية لحد ما خلصت تزيين في الجاتوه علشان الفيديو ما يطولش عليكم. وده كان الشكل النهائي للجاتوه بتاعي. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من قناة يومك اجمل مع ام فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.